لو حد عايز يتجوز وخلاص ما يكمّلش الفيديو ده. اللحظة اللي الولد والبنت بيتجوزوا فيها ويتقفل عليهم باب واحد في غرفة مُغلقة، هي دي اللحظة اللي بيتقابل فيها الخيال مع الواقع، وهنا تبدأ القصة. أنا كوتش أحمد إمام، مدرب علاقات وصاحب كتاب ومؤلف كتاب الغرفة المُغلقة. صدمات وتجارب وحكاوي عن العلاقة الحميمية من الصحاب والأهل والميديا، وكل دوت دخل في عقلك اللاواعي ويبدأ يظهر أول ما أنت نفسك تبقى في العلاقة الحميمية. تظهر كل التأثيرات اللي حصلت لك في حياتك وسمعتها في حياتك، تظهر وانتوا خلاص مقفول عليكم غرفة مغلقة. الراجل يخش بالمعتقدات ان العلاقة الحميمية هي الحاجة الأساسية والوحيدة وأهم حاجة في حياته اللي هيقدر يثبت بيها رجولته، ويقتصر رجولته دي في ان هي الرجولة الجسدية فقط. والبنت كمان عايزة تثبت قد ايه هي مرغوبة وقد ايه هي زي البنات اللي بيظهروا على الميديا وقد ايه هي كفاية للراجل، فتبدأ تبقى هي كمان مش على طبيعتها. وكأنهم في الغرفة المغلقة هم دخلوا أعداء قصاد بعض، مين فيهم هيثبت إن هو جدير بالعلاقة الحميمية وجدير بإن هو أحسن واحد في العلاقة وإن هو ده الطرف الناجح في العلاقة. ونسيوا إن العلاقة ديت فيها أهم جزء غير الجزء الجسدي، هو التواصل والرحمة والسكن والمودة. والنتيجة بقى بعد كل الحكاوي والقصص والصدمات دي خيبة أمل وفتور ومشاعر محدش عارف يخرجها وكلام نفسهم يقولوه مش عارفين يقولوه ازاي. وحسب بقى قدرة تحملهم بقى، في ناس بتقدر تستحمل فترة قصيرة، في ناس بتقدر تستحمل فترة طويلة. مع ان العلاقة في شكلها الخارجي هي علاقة ناجحة، بس كمية الحاجات اللي كل واحد فيهم نفسه يتكلم عليها واحتياجاته ومشاعره بتخلّيهم كابتين المشاعر ديّة لغاية ما تيجي في لحظة وتنفجر كل حاجة. الحل إن دايمًا العلاقة الحميمية هي مش موضوع عيب إن إحنا نتكلّم فيه وما ينفعش نتكلّم فيه. العلاقة الحميمية ده عمود من أعمدة أي بيت ناجح وسعيد. وعشان كده في كتاب الغرفة المُغلقة قدرت بشكل واعي ومحترم ويحترم ثقافتنا وعاداتنا إن يكون في طرق كتير وأسئلة كتير ومواقف كتير تقدر لمّا تشوفها تعرف إزاي تفاتح شريك حياتك، سواء قبل الجواز، سواء في بداية الجواز، سواء بعد سنين من الجواز. تعرف تتكلم وتقول له إيه، وتسألوا بعض وتعبّروا مع بعض عن مشاعر هي كان لازم تتكلم فيها من زمان.